لو كان مفهوم الأنوثة المظلمة والدارك فيمينين انرجي واخد اهتمامك الفترة دي، ولو شفتي فيديوهات عنه وقرأتي عنه وتخيلتي ان انتي خلاص بقيتي على الطريق ده وان انتي بدأتي تفعلي طاقة الدارك انرجي الموجودة جواكي، بس لقيتي نفسك بتعملي بعض التصرفات من الحاجات اللي انا هقولها النهاردة، فاعرفي ان انتي لسه قدامك شوية عشان تعرفي التصرفات دي ايه. كملي الفيديو. هاي، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد في سلسلة الأنوثة المظلمة، والنهاردة هنتكلم عن حاجات ما بتعملهاش الدارك فيمينين. حاجات لو انتي بتعمليها اعرفي ان انتي لسه قدامك شوية على طريق الأنوثة المظلمة، واعرفي ان انتي لازم تحلي المشاكل دي الأول. وهنبتدي على طول بالصفات دي، وأول صفة هي ان الست الدارك فيمينين not easily triggered، مش سهل ان هي تنفعل. يعني ايه؟ يعني مش سهل ان هي تنفعل، او مش سهل اي حاجة تثير حنقها، يعني باللغة العربية الفصحى مش سهل اي حاجة تثير غضبها، مش سهل تتهز او تنفعل. ردات فعلها دايما محسوبة مش اوتوماتيكية، يعني الاوتو بايلوت عندها مش شغال كده عمال على بطال. بتستقبل كل الاحداث بهدوء وبرباطة جأش كده وببرودة اعصاب، وبتدرس الموقف كويس قوي قبل ما تدي اي ردة فعل. دي حاجة بتخليها تكسب، وان هي تستنى شوية وما تديش رد فعل تلقائي كده على طول، دي حاجة بتديها وقت علشان تعرف كويس قوي تدي ردة الفعل المظبوطة اللي تضمن لها ان الاكشن اللي هتاخده ده هيكون 100% في صالحها. من الاخر الست الدارك فيمينين مش خفيفة. تاني حاجة ما بتعملهاش الست الدارك فيمينين انها مش بتهمل مظهرها. الست الدارك فيمينين عارفة كويس جدا أهمية المظهر وتأثيره، خصوصا إن معظم الناس دلوقتي بتهتم بالمظاهر أكتر من الجوهر. مش معنى كده إن هي يعني شكل بس، أو إن هي الجوهر بتاعها مش كويس، لأ، بس هي عارفة إن الانطباع الأول اللي بيدوم سواء إيجابي أو سلبي بيكون بنسبة كبيرة جدا من الشكل. وبما إن هي ست مقنعة وست بتسيب تأثير في اللي قدامها، فهي بتدي النقطة دي حقها كويس جدا. هي بتستخدم شكلها ولبسها والميك اب والبادي لانجويج كل ده علشان تعرف تدي الامبريشن اللي هي عايزاه، وعشان تعرف تبرز بيهم سحرها وجمالها والسيدكشن بتاعها. النقطة دي كمان مش بس علشان ترضي الناس، النقطة دي كمان نابعة من حبها لنفسها. فالست دي هتلاقوها حتى وهي قاعدة في البيت، هتلاقوها مثلا لابسة الروب الستان اللي بريش وحاطة ميك اب وعاملة شعرها وحاطة احسن برفيوم عندها. هي بتعمل كده لنفسها رقم واحد، ثم تاني حاجة عشان تسيب التأثير اللي هي عايزاه في الناس. وتالت حاجة ما بتعملهاش الست الدارك فيمينين انها مش بتهمش احتياجاتها سواء النفسية او الجسدية. الست دي بتحترم رغباتها كويس جدا، ومن ضمن احترامها ده ان هي بتعبر عن الرغبات دي اول ما بتحس بيها. يعني مبدأ ان هي تأجل حاجة معينة نفسها فيها جدا او تقول بعدين مش مهم، ده مبدأ مش موجود عندها. يعني مثلا لو قاعدة في قاعدة وحست ان القعدة مش مريحة بالنسبة لها او هي مش مبسوطة، بتستأذن بكل بساطة وبتسيب المكان وبتمشي. لو تعبت في يوم ما بتجيش على نفسها وبتاخد اليوم ده اجازة من الشغل عادي جدا. فاحترامها لذاتها وجسمها ونفسيتها هو رقم واحد. ورابع حاجة مش من ضمن صفات الدارك فيمينين انها مش ست اعتمادية، مش كوديبندنت. الست الدارك فيمينين مش اعتمادية ولا نيدي ولا كلينجي. الست دي هي السورس بتاع الباور بتاع نفسها، دوافعها من دماغها، وبتعتمد على نفسها في ان هي تحقق الرغبات والدوافع دي. مش بتستنى حد يجي يعمل لها حاجة، او مش بتستنى راجل يجي عشان يساعدها، او حد يجيب لها هدية ويفاجئها. هي بتعمل كل ده نفسها عادي جدا. مش معنى كده ان هي اوفر اندبندنت، ان في استقلالية مفرطة، لا، هي لو جه حد يعمل لها الكلام ده عادي بتتبسط جدا، لكن لو ما جاش بتعرف تمشي امورها كويس جدا. خامس صفة مش من ضمن صفات الدارك فيمينين انها مش دراما كوين. اي واحدة دراما كوين او بتعمل من الحبة قبة او بتهول المواضيع فهي مش على طريق الدارك فيمينينيتي. الدارك فيمينين بتدي الامور حجمها، ما بتضخمش من التوافه وبتعمل منها حوار، بتاخد الامور بسلاسة جدا وبهدوء وببرودة اعصاب زي ما اتكلمنا في اول نقطة. ففكرة ان هي تنهار مثلا لو رنت على حبيبها او خطيبها وما ردش، دي مش موجودة في الوجود. هي اكبر من انها تتهز للتوافه اللي زي دي. وسادس صفة مش من صفات الدارك فيمينين
اللطف الزايد عن اللزوم، او انها تكون مش بتعرف تحط حدود. لو كان عندك مشكلة زي دي فانت عندك مشكلة كبيرة في التناغم مع طاقتك المظلمة، لان الست الدارك فيمينين حدودها خط احمر مفيش حد يقدر يعديه، ودي من اهم صفاتها. وهي ما بتفرقش في الموضوع ده ما بين حد تعرفه او حد غريب، يعني ما بتفرقش ما بين مثلا حد قريب منها او حد ما تعرفوش. اي حد بيتجاوز الخطوط الحمراء هي بتوقفه عند حد كويس جدا. طيب انا مثلا عندي واحدة او اكتر من المشاكل دي، اعمل ايه عشان احلها وابقى دارك فيمينين؟ هقول لكم كده شوية تيبس بسيطة لو طبقتوها تقدروا تتغلبوا على المشاكل دي بقدر كبير. اول نقطة وهي ان انتي تبقي easily triggered، ان انتي لو بتتضايقي بسرعة. علشان تحلي النقطة دي او علشان تعرفي تاخدي رد فعل واكشن كويس، ما تاخديش الكلام او الافعال بشكل شخصي. لو خدتي الامور بحساسية زيادة عن اللزوم وتبنيتي نظرية المؤامرة وان كل همسة او كلمة او نظرة هم قصدهم بيها حاجة وحشة عليكي، فانتي كده كل تصرف صغير هيحصل هتقعدي تفكري فيه، هيبقى عندك اوفر ثينكينج وستريس وقلق، ومش هتعرفي تاخدي ردود افعال صحيحة. كل ده هيخليكي مش هتعرفي تشوفي الصورة كاملة، ومش هتعرفي تحكمي على الموقف صح، ومش هتعرفي بالتالي تاخدي ردود افعال صح. فالمرة الجاية لما يحصل حاجة زي كده قدامك، تعاملي كأن الأمور لا تعنيكي، تعاملي كأنهم بيتكلموا على شخص تاني، أو إن الكلام موجه لواحدة تانية خالص غيرك، وكأنك واحدة متفرجة، واحدة مراقبة من بره. ده هيكسبك قوة كبيرة جدا وتحكم ورباطة جأش، وهتعرفي ازاي تردي صح وتتكلمي صح. الموضوع مش سهل ومش بيجي من أول مرة، محتاج ممارسة. فابتدي مارسيه كده في المواقف البسيطة الأول، وبعد كده هتلاقيكي بتعمليه في المواقف الكبيرة. تاني نقطة وهي نقطة المظهر. لو كنتي من الستات أو البنات اللي بتستسهل في طريقة اللبس بتاعها، ممكن تنزلي الصبح من غير ما تكوي الشميز أو القميص بتاعك، ممكن تكسلي تلبسي اكسسوارات رغم ان انتي عندك اكسسوارات. لو انتي بتحطي مثلا او عندك مبدأ الميك اب عادي مش ممنوع بالنسبة لك، بس بتكسلي تظبطي الميك اب بتاعك. لو انتي بتلبسي اي لون على اي لون بدون تنسيق، فانتي كده بتدي صورة عن نفسك ان انتي لو فاليو للأسف. بلس ان الموضوع ده كمان مش علشان الناس، الموضوع ده كمان نفسيا هيخليكي مش حاسة ان انتي هاي فاليو كده من جواكي، مش مكتسبة ثقة، لان المظهر زي ما اتكلمنا مهم جدا ومن ضمن العوامل الكتير اللي بتدي ثقة في النفس. فالموضوع ده للأسف كده مش هيخدمك خالص لو كنتي عايزة تطبقي الأنوثة المظلمة. زي ما قلنا المظهر مش كل حاجة، لكن مهم وبيساعد جدا في الامبريشن والانطباع اللي بيتاخد عنك زي ما اتكلمنا. فابدأي دلوقتي حطي معايير واضحة كده للبسك وللستايل بتاعك. يعني مثلا حطي قاعدة ان انتي مش هتنزلي من البيت من غير ما هدومك تكون نظيفة مغسولة ومكوية. كمان التزمي ان انتي تلبسي اكسسوارات لكل اوتفيت او لكل طقم بتلبسيه، مش لازم تكون اوفر، ممكن تبقى بسيطة لكن شيك وتدي عنك انطباع ان انتي كلاسي كده وست مهتمة بنفسها. مثلا لو عندك ساعة كويسة قيمة البسيها، حطيها دايما كده مع الاوتفيتس بتاعتك. البسي كويس حتى لو قاعدة في البيت، حتى لو مش نازله، حتى لو مفيش حد جايلك البيت، البسي كويس وقومي البسي كده كانك خارجه بالظبط، وحطي ميك اب واعملي شعرك والبسي احسن حاجه عندك في لبس البيت، واقعدي كده يعني حسي كده بان انتي كوين حتى وانتي في البيت. النقطه دي تحديدا بتدي انطباع لعقلك الباطن انك ست بتحب نفسها، وانك بتعملي ده في الاساس علشان نفسك. تالت نقطه احتياجاتك النفسيه والجسديه. لو كنتي مع مجموعه من الناس وبتتكلموا في موضوع مهم جدا بالنسبه لك، وحسيتي ان انتي محتاجة تدخلي التويليت، يعني انا بديلكم مثال واقعي وبيحصل. لو حسيتي ان انتي محتاجة تدخلي التويليت وانتي في مجموعة مع الناس وكنتوا بتتكلموا في موضوع مهم جدا جدا، لو كنتي ست متناغمة مع الدارك انرجي بتاعتك، وقتها مهما كان الموضوع هتقومي تستأذني وتدخلي التويليت وترجعي تكملي الكلام. لكن لو العكس، لو كنتي ست بتهمشي احتياجاتك، هتتجاهلي نداء الطبيعة ده وهتستني وهتدوسي على نفسك علشان تسمعي كل الحوار ولحسن يفوتك أي كلمة من الموضوع. دي للأسف كده ست مش دارك فيمينين خالص. فلو كنتي عايزة تبقي نسخة دارك من نفسك، ما تتجاهليش احتياجاتك حتى لو تافهة جدا وبسيطة جدا، واديها الأولوية. الكوديبندنسي أو الاعتمادية.
لو عايزه تحلي مشكله الاعتماديه وتبداي تقللي احتياجاتك الملحه للناس، ابداي عودي نفسك انك تعتمدي عليها في الصغيره قبل الكبيره. يعني ابداي بالحاجات الصغيره البسيطه جدا اللي انت عارفه كويس من جواكي ان انت تقدري تعمليها لنفسك. يعني مثلا لو كنتي متعوده تخرجي مع واحده صاحبتك معينه ومودك حرفيا معتمد عليها، يعني لو هي مش موجوده في الخروجه انت مودك بيتقلب وبيتعكنن، او لو مثلا خرجتي مع ناس غيرها انت ما بتتبسطيش، لو مودك معتمد على وجودها جربي مره انزلي من غيرها، اخرجي مع ناس غيرها، او انزلي خروجي لوحدك خالص وحاولي تبسطي نفسك بنفسك. الموضوع مش صعب، بس عايز فعلا جديه في تطبيقه، يعني تبقي من جواكي ناويه ان انت تقطعي حبال الاعتماديه الاوفر دي على الناس. نقطه كمان، الطلبات البسيطه جدا زي ما قلت اللي انت ممكن تعمليها لنفسك ما تطلبيهاش من حد. انت قومي اعملي ده لنفسك، انت قومي اشتري هديه لنفسك، قومي اخدمي نفسك بنفسك. الحاجات دي كلها هتساعدك ان انت تقللي من الاعتماديه. اما بقى نقطه الدراما كوين، فدي يعني بكل بساطه ما تبقيش دراما كوين. وانتوا فاهمين يا بنات، مش محتاجه اقول اكتر من ان انت ما تبقيش دراما كوين بليز. سادس مشكله اتكلمنا فيها وهي الحدود. فانت علشان تحطي حدود صحيه لازم تقعدي مع نفسك الاول وتشوفي ايه هي قيمك اساسا. انت لو مش عارفه قيمك مش هتعرفي تحطي حدودك. انصحك تشوفي فيديوهات عن مصفوفات القيم، هتساعدك جدا ان انت ترتبي حدودك وان انت تعرفي ايه هي اصلا حاجات بالنسبه لك المهمه جدا اللي ما ينفعش ان هي تتكسر. ولما تعرفي ده تلقائيا هتلاقيكي ان اي حاجه بتخليكي تعملي عكس القيمه دي او تخرجي بره القيمه دي هتكون مرفوضه بالنسبه لك، ووقتها دي هتكون حدودك اللي انت نفسك هتلتزمي بيها وهتلزمي بيها اللي قدامك. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. سيبولي في الكومنتس الافكار والحاجات اللي انتوا عايزين اتكلم فيها بخصوص موضوع الدارك انرجي، واستنوا فيديو جديد في السلسله دي باذن الله. باي باي.